سنة. نفتخر بكل هذا اليوم، ونفتخر به غدا، ونفتخر به بعد غد. ولا يمكن أبدا أن نفتخر بديمقراطية البوس على اليد والبوس على الجلابة، لأننا شعب حر، لأننا سياد، وهذه ديمقراطيتنا. هذه ديمقراطيتنا، وشعبنا على كل حال يفتخر بها، لأنها حررته من الاستغلال، حررته من الاستعباد، حررته من التبعية، حررته من أي نفوذ أجنبي. نفتخر بكل هذا. ورغم ما قلته أيها الإخوة، فإن الجزائر تبقى دائما على